ويا اهلا وسهلا معاكم المهندس احمد هشام، واحنا النهارده هنتكلم عن الحمامات. والفيديو ده هيكون موجه للناس اللي بيشطب الحمام بتاعه او لسه هيبدا تشطيب في شقته، او هو الحمام بتاعه او الشقه عنده متشطبه وعايز يعملها تجديد. شويه نصايح بسيطه هقولها لكم في الفيديو هنا هتفرق معاك جدا في الحمام، ومهمه جدا جدا، واحنا كمهندسين بناخد بالنا منها، ومهمه بالنسبه لنا ما نقدرش ان احنا نستغنى عنها. عايز اقول لكم ان مساحه الشقق عندنا في مصر الصافي بتاعها تقريبا 80% من مساحه الشقق الصافي بتاعها بيبقى 100 متر صافي لحد 150 متر صافي، وبناء عليها بتلاقي مساحه الحمام بيتراوح من 150 عرض في 2 متر طول، او 2 متر عرض في 2 متر ونص طول. وعايز اقول لكم ان المساحه دي كويسه جدا مش وحشه، والدليل على حاجه زي كده ان لو دخلت عندي او عند اي مهندس من مهندسين التشطيبات هتلاقي ان هو دايما مطلع لك الحمام بيفور وافتر، وبتلاقي ان الحمام اتحول بطريقه غريبه، بتحس ان الحاجه الوحيده اللي في الشقه اكتر حاجه اتحولت بتلاقي الحمام. وده معناه او ان دل على حاجه فهو بيدل على ان الحمامات عندنا المساحه بتاعتها هي مش وحشه، هي مش احسن حاجه ولكن مش وحشه، فنقدر ان احنا نستخدمها بطريقه كويسه. وده اللي احنا جايين نحاول نوصله النهارده، ان انت ازاي تقدر تغير من شكل الحمام بتاعك لاحسن شكل ممكن. طبعا كلنا عارفين ان الحمام بتاعنا بيتكون من حوض وقاعده والشاور بوكس او البانيو والسخان، ودول اربع حاجات اللي احنا هنتناقش فيهم وهنتكلم عليهم باستفاضه. طبعا هنقسم الحمام وهنقسم التفكير بتاعنا او الطريقه اللي عايزين نوصل بيها المعلومه، ان احنا عندنا الحمام بتاعنا هنقسمه الاهم من حيث الشكل والاهم من حيث الوظيفه. هنشوف ايه الاهم ان احنا نهتم بيه من حيث الشكل، نديله افضل شكل ونصرف عليه كويس جدا عشان هيفرق معانا جدا، وايه اللي نهتم بيه من حيث الوظيفه ومن حيث المساحه ونديله اكبر مساحه في الحمام. خلينا نتكلم الاول الاهم من حيث الشكل. انا بالنسبه لي شخصيا الاهم من حيث الشكل بصراحه الحوض، لان الحوض ده اول حاجه عينك بتشوفه. انت اول ما بتدخل الحمام اول حاجه انا محتاج اشوفها الحوض بالمرايه، بوحده الحوض، بالديكور اللي معمول. فطبعا هنهتم جدا بالديكور بتاع الحوض، وهنهتم جدا بالوحده بتاعه الحوض، وهنهتم جدا بالبورسلين او السيراميك اللي في ظهر الحوض، لان دي اللقطه الاولى اللي احنا هنحب ان احنا نشوفها، سواء هيدخل ضيف الحمام سواء انا هدخل الحمام. فدي اكتر حاجه هتلفت العين، واكتر حاجه لو انا صرفت عليها بشكل كويس هتديني شكل ديكور محترم جدا جدا. هل ده معناه ان انا عندي الشاور بوكس او القعده مش مهمين كشكل؟ لا، احنا بنتكلم وبنرتبهم من حيث الاهم ثم الاهم. طيب الاهم بالنسبه لنا زي ما قلنا الحوض، ولكن هنيجي مثلا لموضوع القعده انت مهما صرفت على القعده ومهما جبت قعده غاليه جدا وقعده فيها تفاصيل كتير عمرها ما هتفرق في شكل الحمام، لان هي القعده شكل معين، شكل ستاندر. كل اللي بيفرق في القعده ان انت بتعملها قعده عاديه ولا قعده معلقه، وده اللي بيفرق في شكل القعده وفخامه الحمام. وطبعا دي النقطه اللي برضو حابب ان انا اقولها لك، ان انت الافضل لو معاك بادجت تسمح تجيب قاعده معلقه. القعده المعلقه تفرق جدا، ولكن ان انت تغير من شكل القعده وتحط فيها ديكورات كتير او تجيب قعده لونها ذهبي او ايا كان، مش ده اللي هيخلي شكل الحمام حلو. فخلينا متفقين ان الحوض هو رقم واحد من حيث الشكل اللي انا ههتم بيه جدا من حيث الشكل. ولما تيجي تبدا ان انت تختار الديكورات بتاعه الحوض بتاعتك، الحوض هو هيبقى الدليل او المرجع بتاعك اللي انت هتاخد منه وتعمل ديكورات في ظهر القعده، في ظهر الشاور بوكس، في الارض. فهو هيبقى الدليل بتاعك اللي هتقدر توزع بيه الديكور اللي معمول في الحمام. فخلينا نقول ان الحوض هو رقم واحد في شكل الحمام. وخلينا نكون متفقين ان اول حاجه انا محتاج اشوفها لما اجي افتح باب الحمام هو الحوض، بحيث ان انا اول ما افتح الباب اشوف الحوض بالمرايه، اشوف الشكل الجمالي اللي انا عامله. طبعا مش هبقى عايز اشوف القعده، غلط جدا ان انت تحط القعده في وش الباب دايركت، ده مش من احسن حاجه. لما تيجي تفتح الباب وتشوف القعده في وشك دي حاجه مش لطيفه خالص، وده يعتبر عندنا في الهندسه او في الاساسيات الهندسيه في التصميم بتبقى فيتال ميستيك، مش بتبقى حاجه كويسه ان القعده تبقى قصاد الباب على طول، بتبقى ما فيهاش خصوصيه خالص، وبتبقى مش مريحه للي قاعد بيستخدم القعده. طيب خلينا ننتقل للنقطه الثانيه، وهي الاهم من حيث الاستخدام. بالنسبه لي برضو الاهم من حيث الاستخدام وهو الشاور بوكس او البانيو. كل ما هتقدر تكبر فيه كل ما هيبقى احسن، ولكن في حدود تقدر ان انت تشتغل عليها، ما ينفعش ان انت تقلل عنها، عشان لو قللت عنها مش هتاخد الاستخدام الكويس، وفي نفس الوقت مش هتحس ان انت مرتاح وانت بتستخدم الشاور بوكس او البانيو. اقل مساحه عندي بالنسبه للشاور بوكس في المساحات اللي احنا قلناها اقل حاجه هيبقى 80 سم، دي اقل حاجه 80 في 80. طبعا بالنسبه لي ال 80 اللي هو العرض، انما الطول براحتك، كل ما الطول هيكبر كل ما هيبقى احسن. ولكن لو الحمام بتاعك صغير، ولو الحمام بتاعك مثلا 140 العرض بتاعه، فمثلا في 170، فساعتها انت ممكن تعمل الشاور بوكس يبقى 70 سم، وده اقل حاجه ممكن انا ارجحها لك. ولو جيت اقل من كده فانا ما بنصحش بحاجه زي كده خالص، وال 70 سم دول بيبقوا صافي الفينش التشطيب النهائي. فخلينا نكون متفقين ان اقل مساحه عرض للشاور هتبقى 80 سم، دي اول نقطه مهمه جدا في الشاور من حيث الاستخدام. تاني حاجه
حاول تعمل جلسه في الشاور. جلسه الشاور بتفرق جدا في استخدام الشاور. تالت حاجه مكان الخلاط بتاع الدش. مكان الخلاط ان انت لما تيجي تدخل تفتح الباب بتاع الشاور، مكان الخلاط ان انت تحطه في المكان المناسب. الطاسه اللي في السقف اللي انت بتحطها، سواء هتعملها دفن او هتعملها في الحيطه، اختيار مكانها لازم يكون بدقه، ولازم تبقى انت عارف هتعملها من الاول فين عشان تبقى قادر تتخيل شكل الشاور بتاعك هيبقى عامل ازاي. فاهتمامك بتفاصيل الشاور هيفرق جدا جدا في راحتك النفسيه في الحمام. هيفرق جدا في راحتك النفسيه في الحمام، لان الشاور هو اكتر مكان في الحمام احنا بنقعد فيه لاكبر فتره ممكنه، فده اكتر مكان محتاجين ان احنا نهتم بالمساحه بتاعته المناسبه للبني ادم اللي هيدخل يقف في الشاور بوكس. تمام، يبقى خلينا نكون متفقين كده ان احنا هنهتم بشكل الحوض والديكور بتاع الحوض، وهنهتم بمقاس ومساحه الشاور، وهناخد الديكور بتاع الشاور من الحوض. يبقى احنا هنبقى الديكور الاساسي والمرجع بتاعنا هو الحوض، في نفس الوقت هنروح جايين مهتمين بالمقاس والمساحه بتاعه الشاور، ان ده يبقى بالنسبه لي اكبر حاجه موجوده في الحمام. تمام. طيب عندنا اخر حاجه بالنسبه لنا هنتكلم فيها في تقسيمه الحمام، وهو السخان. والسخان ده بالنسبه لي هو المشكله الكبيره. طبعا السخانات عندنا بتبقى منقسمه ل3 انواع. في عندنا السخان الغاز، وفي عندنا السخان الكهرباء، وفي عندنا السخان الفوري. طبعا انا ليه بقول ان السخان هو مشكله كبيره؟ لان السخان بكل صراحه انا بعد ما اشطب واعمل ديكورات كويسه في الحمام، واعمل بورسلين او اجيب سيراميك مقاس كبير، او اعمل بورسلين مقاس كبير، وكلنا بقينا نعمل كده دلوقتي، لما تيجي تحط سخان غاز او لما تيجي تحط سخان كهرباء، او لما تيجي تحط السخان في الحيطه عموما قدام عينيك، بياخد مساحه اولا من الحمام، ده ثانيا ان هو الشكل بتاعه مبقاش احسن حاجه، وفي نفس الوقت بيأذي العين وبينهي او بيقضي او بيدمر الديكور اللي انت عملته. فهو بيدمر الديكور اللي انت عملته. فانا بشوف ان السخان مشكله ولازم ان احنا نوجد لها حل، وده اللي احنا هنقوله دلوقتي. طبعا احنا عندنا 3 انواع زي ما قلنا. اول حاجه السخان الغاز، وده طبعا انا ما برجحوش ان انت لو انت ناوي تصرف على الحمام بتاعك وتعمل شكل الحمام بتاعك شكله شيك، ما تحطش السخان الغاز في الحمام. انا ضد الفكره دي تماما، الا لو ده المكان الوحيد اللي انت مجبر عليه، ولكن انا برفض الفكره دي تماما، وهقول لكم بنستبدله بايه. طيب السخان الغاز ده انا ممكن احطه في اي مكان تاني يبقى موجود في الشقه، او اي مكان تاني قريب من الحمام اقدر ان انا اوظفه فيه، يبقى بعيد عن الحمام وعن شكل الحمام، خصوصا ان الحمام مساحته مش هتبقى اكبر حاجه، فمش عايزين اي حاجه تاذي العين او حاجه تبوظ شكله. طيب تاني حاجه عندنا السخان الكهرباء. السخان الكهرباء برده حجمه كبير، ولكن انت السخان الكهرباء ممكن ترفعه في الجبسون بورد، لو انت عامل في الحمام جبسون بورد، وتحطه في الجبسون بورد وتعمل له زي فتحه من تحت، فتحه تهويه، وفي نفس الوقت برضه يبقى فتحه صيانه. فالسخان الكهرباء لو انت هتجيبه فانت ممكن تعليه وترفعه فوق خالص، بحيث لما تيجي تدخل الحمام ما تشوفش السخان نهائي. طيب تالت حاجه بالنسبه لي، ودي الحل المناسب للحمامات بتاعتنا الفتره الحاليه على بناء على الديكورات اللي احنا بنعملها وعلى المصاريف اللي انت بتصرفها على الحمام بتاعك، وهو السخان الفوري. لان بكل بساطه السخان الفوري ده بيبقى عباره عن 10 سم في 30 او في 30 سم في ارتفاع حوالي 40 سم ماكسيموم. فالسخان الفوري صغير جدا، ممكن تحطه تحت الحوض. احنا دايما دلوقتي بنحطه تحت الحوض او بنحطه فوق القعده، وبنعمل له زي وحده خشب بنقفل عليه. فالسخان الفوري هو مشكلته الوحيده ان سعره غالي شويه، ولكن هيفرق معاك جدا في شكل الحمام. في نفس الوقت السخان الفوري هو مش مستهلك كبير للكهرباء، هو بالعكس انت لما بتيجي تفتح الميه هو بيشتغل معاك، لما بتيجي تقفل الميه هو بيوقف استهلاك للكهرباء. فطبعا انا برجح ان انت تستخدم سخان فوري، وطالما ناوي هتعمل حمام شكله كويس يبقى تعمل سخان فوري، او تحط السخان في مكان تاني، او ترفع السخان في الجبسون بورد لو سخان كهرباء. ولكن هرشح لك السخان الفوري بجداره. طبعا في انواع كويسه جدا للسخانات الفوري، مهم جدا ان انت تبقى عارفها قبل ما تشتري السخان الفوري، لان انت برضو ما ينفعش تشتري اي حاجه وخلاص. طبعا اتمنى ان انت تكون مركز معايا لحد هنا. طبعا احنا اخر حاجه هنتكلم عليها في اختيارك للحمام بتاعك وازاي ان انت تشطبه بطريقه كويسه، وهو اختيار الالوان. احنا عندنا 3 طرق بنقدر ان احنا نحدد بيهم لون وشكل الحمام. اول طريقه ان انا استخدم لون واحد بس في الحمام من السيراميك او البورسلين. تاني طريقه ان انا بستخدم لونين. تالت طريقه بستخدم 3 الوان. طيب اول طريقه دي بتبقى عباره عن ان احنا زي ما قلنا بنجيب الحوايط والارضيات لون واحد، ممكن نكسر بلون الاكسسوارز وبلون الخلاطات، خلاط الدش وخلاط الحوض وسماعه الشطاف وسماعه اليد وشطاف القعده والكلام ده كله. فدي بتبقى اول طريقه، والطريقه دي دايما بتطلع شكلها حلو جدا، ولكن لازم تبقى متاكد ان انت اللون اللي هتختاره وتحطه في الحيطه وفي الارضيه يبقى لون مريح للعين، وفي نفس الوقت تبقى انت اللون ده تبقى انت حابه. تاني طريقه اللي بيبقى عباره عن لونين، هنختار لونين، لون هنحطه في ظهر الحوض عشان احنا طبعا مهتمين جدا بشكل ديكور الحوض، ولون هنحطه في حيطه من حوائط الشاور، وباقي الحمام هنعمله بلون واحد بس.
تالت طريقه هيبقى عباره عن 3 الوان، ولكن لما تيجي تختار الحمام بتاعك من 3 الوان ركز في الحته دي كويس جدا. هتقسم الالوان بتاعتك ل3 درجات او 3 نسب، 60 30 و10. 60% يبقى لون اكبر كميه منه موجوده في الحمام، و30% هيبقى اللون الاقل، و10% ده طبعا هيبقى موجود برضو في ناحيه الحوض او في اي ناحيه انت تختارها مناسبه بالنسبه لك، شايف ان هي هتبقى ملفته للعين وظاهره للعين، ولكن تتاكد ان ال10% دي هتبقى عباره عن لمسات بسيطه تبدا ان انت تطعم بيها وتكسر بيها الالوان بتاعه الحمام. وال30% او اللون الثاني هتختار لون ثاني برضو يتماشى مع الالوان بتاعه الحمام اللي انت مختارها، ولكن برضو تطعم بيه بطريقه بسيطه في الحوائط، لان احنا بالنسبه لنا ال3 الوان عايزين نوظفهم في الحوائط، لان الحيطه هي اللي انا بشوفها في عيني، والارضيه هتبقى ساده، لان كل ما الارضيه تبقى ساده كل ما الدنيا هتبقى اشيك. فدول كانوا ال3 طرق اللي انت تقدر تحدد بيهم برضو لون الحمام بتاعك. دي كانت المعلومات بتاعت النهارده اللي انا حبيت ان انا اوصلها لك عن الحمام، لو انت ناوي ان انت تشطب الحمام بتاعك باحسن طريقه ممكنه. ولازم برضو تحاول على قد ما تقدر ان انت ترسم 2 دي للحمام بتاعك، لو عرفت تعمل كده وتعمله 3 دي ده طبعا هيفرق جدا جدا معاك، تقدر ان انت تتناقش في كل التفاصيل بتاعه الالوان قبل حتى ما تبدا تختار، ما تكونش محتار في اي حاجه، ما تتعبش نفسك في التخيل، الموضوع ده برضو بيفرق جدا. اتمنى ان الفيديو يكون مفيد بالنسبه لكم، واتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا من الفيديو بتاع النهارده. وانا عايز اشكركم طبعا على ال100 مشترك اللي احنا وصلنا لهم، الحمد لله، دي حاجه بالنسبه لي كويسه جدا وانا مبسوط منها جدا. وطبعا هاكد عليك ما تنساش تعمل لايك، ولو عندك اي استفسار او عندك اي كومنت او اي حاجه اكتب لي تحت في الكومنتات لاني برد عليك طبعا اكيد. وطبعا تعمل لي سبسكرايب للقناه، ويا ريت تعمل شير للفيديو لاي حد انت شايف ان هو ممكن يستفيد من الفيديو. شكرا، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه.